السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت نازل تدريب او رايح شغل تمريض لأول مرة، اكيد سألت نفسك اجهز ايه، احط ايه في شنطتي. في الفيديو ده هقولك كل اللي لازم يبقى معاك عشان تكون جاهز وعلى قد المسؤولية. اول حاجة لازم تكون معاك هي السماعة، دي اهم حاجة لأي ممرض. اختار واحدة كويسة واسمع بيها كل يوم. هتحتاج كمان معاك مقص طبي صغير، هتحتاجه في اي وقت تقص شاش، تقص بلاستر، او حتى تقص بيه هدوم. كمان هتحتاج معاك قلم وأجندة صغيرة عشان تكتب فيها أي ملاحظات أو أي أدوية لو حاجة مهمة. طبعا هنحتاج ساعة بعقرب ثواني، ده بنستخدمها ليه؟ عشان خاطر ضروري، عشان خاطر لو احنا بنقيس النبض أو بنقيس التنفس فلازم بنبقى فيه بالثواني. طبعا أهم حاجة لازم يكون معاك كحول أو مناديل مطهرة عشان تحافظ على التعقيم دايما. طبعا لازم تبقى واخد معاك أكل خفيف وإزازة مية، لأن الشيفت ساعات بيبقى طويل فبيبقى فيه تعب وفيه إرهاق، فأنت لازم يبقى معاك أكل ومعاك مية بكفاية. طبعا بتبقى واخد في شنطتك معاك واحتياطي، يعني ان انت مثلا بتبقى واخد لبس او واخد حاجة تلبسها لا قدر الله لو انت هدومك جه عليها دم او جه عليها حاجة، تلحق ان انت تغير هدومك بسرعة. طبعا افتكر ان انت مش لازم تشيل الدنيا كلها، خليك عملي وخفيف. لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك واشتراك في القناة، واستناني الفيديو جديد. ولو عندك حاجة بتحطها في شنطتك ومش قلناها اكتبها في الكومنتات.